بولجوجي سوب نودلز، 1,000,000/10 بجد تحفة. كنت جبت اوردر نودلز، والمره اللي فاتت عملنا مع بعض واحده. المره دي تعالوا نعمل طعم جديد، تعالوا نعمل اللي بطعم البولجوجي. وعلشان يبقى قدامكم اهوت سوب نودلز يعني فيها ميه. النودلز هتتعمل عادي زي ما مكتوب في الارشادات. والحاجه اللي اول مره اشوفها خالص في اي نودلز هو الزيت. جاي معاها كيس صوص، كيس خضار مجفف، وكيس زيت. والزيت الموجود دوت هو زيت السمسم، لان اكتر اللي بيميز الطعم الطاغي في البولجوجي هو زيت السمسم. وللي ما يعرفش ايه هو البولجوجي، فالبولجوجي دي اكله كوريه عباره عن لحمه مشويه على الطريقه الكوريه او الكوريان باربيكيو. وهي بتبقى عباره عن لحمه متبله وبتتعمل بطريقه معينه انا عملتها وهوريكم وصفتها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. بجد لو انت اول مره تجرب الاكل الكوري ونفسك تاكل حاجه حلوه فلازم تدوق البولجوجي دوت اول حاجه. حطيت البولجوجي اللي عملتها على الوش ورشه سمسم. يلا بينا نجرب. بسم الله. مم. يا ربي، 1,000,000/10 بجد تحفة. بس عشان برضو ما بقاش اتسرعت، هاكل واحدة من غير اللحمة اللي انا عاملاها او البولجوجي اللي انا عاملاه، لان البولجوجي بجد طعمه رائع. يعني دي اول مرة اجرب اعمله بطريقة مختلفة. توصلت لها عن طريق يعني حوارات كتير كده، بس بجد المرة دي تحفة ولازم تجربوه. نجرب النودلز لوحدها بقى. حلوة قوي برضو النودلز تحفة، مش حراقة خالص للناس اللي ما بتحبش النودلز الحراقة او ملهاش فيها. فبجد دي مش حراقة خالص، تقدروا تجيبوها والفليفر بتاعها تحفة. مالحة، ما فيهاش طعم السكر برضو اللي في ناس ما بتحبوش في النودلز الكوري عامة. فدي بجد اختيار حلو جدا لأي حد ملوش في البولداج نودلز او النودلز الكوري، الحاجات المسكرة، الحاجات الحراقة اوفر. فدي لا، دي حلوة قوي وانصحكم جدا بيها. بجد دي بقت من اكتر المفضلين عندي. هنزل لكم طريقة البولجوجي دي، فبجد جربوها وما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو.